تصريح خطير من زين الدين زيدان في أول ظهور له بعد اتهام النيابة الفرنسية لأشرف حكيمي ويصفع فرنسا وينتصر للمغرب. شاهد ماذا قال. لكن قبل التفاصيل لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد توجيه النيابة الفرنسية الاتهام لأشرف حكيمي بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، فقد دخل على الخط زين الدين زيدان وادلى بتصريحات للإذاعة الإسبانية وقال: أولا، أنا أعرف جيدا أشرف حكيمي وقمت بتدريبه في ريال مدريد، فهو إنسان على خلق رفيع، وأعتقد أن أخلاق أشرف حكيمي تمنعه من هذه الأفكار الشاذة التي يرفضها المجتمع. ولكن أنا لا أندهش أن هذه الأمور تحدث في فرنسا، حيث قاموا أيضا باتهام كريم بنزيما بابتزاز زملائه في المنتخب الفرنسي، ولكن بعد كل هذا تمت براءة كريم بنزيما. ولكن كان المخطط هو تدمير مسيرة كريم بنزيما الاحترافية، لأنه من أصول عربية ومسلم.